يا مساء الفل عليكم. سنة 2025 بتودعنا خلاص، وطبعا كانت سنة مجنونة في أسعار الموبايلات. أسعار طلعت وأسعار نزلت، شركات قدمت موبايلات كويسة السنة دي طبعا عشان السنة خلصت وأنت محوش قرشين وعايز تشتري بيهم موبايل تبدأ بيه 2026. أنا وفرت عليك اللف والتدوير، جمعت لك النهارده قائمة وهسميها أوسكار 2025، خلاصة أفضل موبايلات نزلت في 2025 وتقدر تشتريها في 2026. وطبعا هقول موبايلات من اول 5000 جنيه لحد 36000 جنيه على حسب ميزانيتك، هشوف هتجيب ايه. يلا جهز مشروبك ويلا بينا نبدا الفيديو. وهنبتدي بقى باول فئه من 5000 جنيه لحد 9000 جنيه. وطبعا هنبدا بارخص موبايل نزل واحسن موبايل انا شايفه من وجهه نظري نزل في الفئه من 4 ل 5000 جنيه، هو السامسونج A07. لان الموبايل ده هو ملك الاساسيات، الموبايل هنا هينفع معاك سوشيال ميديا وهينفع معاك برضه حاجات تقيله بس مش قوي. طبعا هنا الموبايل كويس جدا، طبعا اسم سامسونج بيضمن لك قطع غيار كويسه وصيانه سهله. طبعا مفيش نقطه هنا في موبايل سامسونج غير بس هي حوار الشبكه بتكون ضعيفه شويه، فهو انت هتتقبل اللعب ده بس، لكن كاساسيات وكسوشيال ميديا وكده الموبايل هيكون معاك كويس جدا. هنطلع شويه بالسعر، هنيجي انفينكس نوت 50 اس. الموبايل هنا بيجي ب 7000 او 7200. طبعا لو انت بتحب الالعاب فالموبايل هنا كويس جدا، هيقدم لك اداء كويس جدا في الالعاب، والتصميم بتاعه كويس جدا. وطبعا سعر الموبايل كويس جدا، هو ب 8300. وندخل بقى على الفئه المتوسطه اللي انا هنا بسميها المنطقه الدافئه. لو انت عايز موبايل متكامل ومش عايز تدفع كتير فهتروح للفئه. اول موبايل معانا هو السامسونج A36. سامسونج هنا بتديك شاشه سوبر اموليد خرافيه، وكاميرات يعتمد عليها جدا، ودعم الاثنين قدام. وسعر السامسونج اس 30 دلوقتي 13000 ونص، وهو استثمار كويس جدا. وطبعا اداء هنا الموبايل كويس جدا وهيدعم تحديثات الاثنين قدام. اما بقى لو انت عايز موبايل، لو انت هنا بتاع تصوير وبتحب السيلف والبورتريه، فمفيش هنا غير موبايل واحد، هو الفيفو في 60 لايت 5G. فيفو هنا ملوك التصميم، موبايل خفيف وشيك وفي رينج لايت، وطبعا في بيسهر في الظهر وبيطلع صور بورتريه تحفه جدا. وسعر الموبايل هنا في رينج من 15 ل 16000 جنيه. لو عايز تعلى كمان بالسعر وتجيب موبايل احسن منه وهيكون متين وشاشه ضد الكسر، يبقى هتروح هنا طبعا للوحش هونر 400. اونر هنا بتقدم شاشه قويه تستحمل الوجعات مع بطاريه بتعيش معاك وشبكه قويه كالعاده من نور مش زي سامسونج. السعر من هنا 400 بيعمل 19000 جنيه. وطبعا هنا الموبايل ممتاز جدا في الاداء اليومي وفي الاستخدام التقيل كمان، لانه هنا موبايل كويس جدا. طبعا هنخش الفئه بعديها، فئه قاتل الفلاجشيب من 22000 جنيه ل 26000. طبعا احنا هنعلى الليفل شويه، اللي عايز بقى اداء صاروخي في الفئه دي هيلاقي موبايلات جامده جدا واداء تقيل للالعاب التقيله. وطبعا هيديك فريمات عاليه جدا في كول اوف ديوتي وبابجي. هنا اختيارك هيبقى الشاومي 15 تي. سلسله التي من شاومي معروفه باداء جبار، والشاحن صاروخي في العلبه طبعا، وطبعا اداء صاروخي جدا ووحش جدا في الالعاب. طبعا لو انت بقى عايز بقى تركز بقى على الكاميرات والذكاء الاصطناعي فهتروح لفئه تاني ملهاش علاقه بالالعاب. فهتروح هنا، انا هرشح الموبايل ده لانه اداؤه كويس جدا وبيحسن الصور وفي الذكاء الصناعي كويس جدا. فاحنا طبعا هنروح لاوبو رينو 14. سلسله الرينو هنا هي خامه في الكاميرات وتنافس جدا الكاميرات العاليه جدا. سعر الموبايل هنا الرينو بيبدا ب 23000 جنيه. وطبعا هنا انت لو هتشتري موبايل هتشتري بس عشان الكاميرات، لكن لو هتروح للالعاب زي ما قلنا الفئه الموبايل اللي قبل كده فئه الفلاجشيب، الفئه اللي هي 30000 جنيه. وصلنا للكبار، موبايلات ما فيهاش غلطه، عايز السرعه القصوى. طبعا كاميرات كويسه جدا، هنروح للشاومي 15 تي برو. طبعا ده احسن موبايل يصور لك سينماتيك في الكاميرا، وشحن يعني بيشحن في ثواني. وطبعا النسخه البرو بتاعته توصل ل 32000 جنيه. فطبعا الموبايل هنا هيكون كويس جدا معاك. ولو بتحب الفخامه وشاشات الاونر المريحه، يبقى الهونر 15 برو موبايل متكامل، كاميرات هيبقى فيها زوم، بورتريه قوي جدا، وتصميم طبعا بيخطف العين. وسعره بيبدأ عليها ب 34000 جنيه. وطبعا مسك الختام ونجم 2025 بلا منازع، الموبايل اللي سامسونج عملته عشان تسيطر على كل الفئات، السامسونج اس 25 اف اي نسخة الفان اوديشن. السنة دي جاية بمواصفات اس 25 العادي، ذكاء اصطناعي، جوجل اي اي، كاميرات زوم حقيقية، دعم تحديث طويل، وخامات محترمة جدا. ارخص تذكرة لدخول عالم الفلاجشيب هو الموبايل ده، انه بيجي في رينج 35 ل 36 الف جنيه. طبعا ده احسن موبايل في السنه وانا برشحه بقوه. وطبعا دي كانت قائمه الاوسكار 2025 بالاسعار لو عايز تبدا بيها 2026، وكل موبايل اثبت كفاءته ويستحق الشراء. دلوقتي الكوره في ملعبك، لو انت ميزانيتك شوف انت عايز تشتري ايه وحدد. طبعا قول لي في الكومنتات رايك في الموبايلات دي، وقول لي طبعا انت ممكن تشتري ايه بيهم. وكل سنه وانتم طيبين ومع السلامه.